يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا كلها. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض الكيكه اليوميه بمنتهى السهوله والبساطه. على قد سهوله عمل الكيك، بس في ناس الكيك بيهبط منها، بيطلع لونه غامق. باذن الله النهارده هنحل كل المشاكل دي مع بعض، وهقول لكم ازاي الكيك يطلع مستوي، التسويه بتاعته مظبوطه جدا جدا. الكيك لونه فاتح هش واسفنجي يتعمل بيه تورته. شايفين شكلها؟ تحفه. الكيك لونه فاتح وهش ومرتفع وعامل زي الاسفنجة بالظبط. شايفين عامل زي الكيكة الاسفنجية بالظبط. حلو جدا، والمسامات بتاعته مظبوطة. المسامات مش واسعة كده ومفرغ، لا تحفة جدا. شايفين شكله ده مع كوباية شاي بقى كده حاجة عظمة. شايفين شكله يا جماعة؟ انسوا بقى فشل الكيك. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على أشرف خلق الله ونشوف الطريقة بتاعتنا على طول. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو ده لو عجبكم. ويلا بينا نبدأ في الطريقة بتاعتنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة هنحضر المواد الجافة. نخلي الكوباية اللي نستخدمها واحدة في كل المقادير، يعني لو استخدمنا الكوباية المعيارية نوحدها في كل حاجة، لو استخدمنا كوباية الشاي برضو هنوحدها في كل حاجة. خلاص الكوباية تكون واحدة. أنا دلوقتي معايا كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدامات. خلاص كوبايتين من الدقيق، لو احتجت تاني بحط. خلاص يبقى كوبايتين دقيق بحط عليهم كيس من الكيك شيف او البيكنج باودر اللي موجود عندك، بس انا بفضل الكيك شيف طبعا جدا جدا على البيكنج باودر كمان. خلاص بس اللي موجود عندكم اشتغلوا بيه، وذرة بسيطة جدا من الملح. نقلب المواد الجافة كويس جدا جدا مع بعض ونركنها كده على جنب. هجيب شفشق الخلاط احط فيه 4 حبات من البيض. البيض يكون بدرجة حرارة المكان، ما ينفعش يكون خارج من التلاجة. دي خطوة مهمة جدا جدا في نجاح الكيك، لازم البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. ومعايا كمان كوباية من السكر. كوباية من السكر هحط عليها كوباية من الحليب. الحليب ده يا جماعة غليته على النار وسبته بس يعني يهدى حاجة بسيطة. الحليب ده يكون دافي، ما ينفعش الحليب يكون ساقع ولا حتى بدرجة حرارة المكان، عايزة الحليب يكون دافي شوية. بس الأول هحط كيسين من الفانيليا سايلة أو بودر بقى الموجود عندك اشتغلي بيه، بس أنا بفضل البودر جدا. الحليب يا جماعة لما يكون دافي كده بيخلي الكيك عامل زي النايتي، بيبقى طعم الكيكة تحفة. وبعدين احط كوباية الا ربع من الزيت واضربهم بقى كويس جدا جدا مع بعض في الخلاط. وبعدين هبدأ اضيف خليط المواد السايلة على خليط المواد الجافة. شايفين الخليط اصلا لونه فاتح؟ تمام، فدوت دليل على نجاح الكيك ولون الكيك الفاتح. هقلب بقى كده بالمضرب اليدوي باتجاه واحد. لازم يا جماعة اقلب في اتجاه واحد كده علشان الهواء اللي دخل الكيك ما يهبطش. خلاص انا حسيت ان هو محتاج كده حوالي معلقتين من الدقيق فضفتهم شوية بشوية، ولو حسيت انه تقيل شوية زودي معلقتين من الحليب. ودوت على حسب نوع الدقيق اللي انت شغاله بيه، لان في دقيق بيشرب السوائل وفي دقيق ما بيشربش السوائل. خلاص فلازم اظبط القوام كده، القوام يبقى وسط. انا دلوقتي معايا صينيه مقاس 26 اللي هي الصينيه الوسط من طقم الصواني دوت. هدهنها دهنه كويسه جدا جدا من الزيت. عايزه تبطنيها يعني عايزه تغلفيها بالدقيق غلفيها بالدقيق، بس انا اكتفيت بالزيت بس، والكيك هتطلع رائع. تمام، هبدا بقى ان انا احط فيها خليط الكيك. التسويه بقى يا جماعه نركز جدا جدا. في ناس بيقولوا شغلوا الفرن على الكيك قبل التسويه ب10 دقايق، في ناس يقولوا شغلوه قبل ما تبداوا في عمل الكيك. كل الكلام ده غلط وما ينفعش. الكيك يا جماعه عجينه يعني حساسه جدا، اول ما بتشم ريحه الحراره لانها كلها مواد رافعه، بيض وبيكنج باودر، فبتلاقيها عليت على طول في الفرن. الكيك لو دخل على درجه حراره عاليه جدا هتلاقي الكيك علي واخد لون من فوق، وهتلاقيه من جوه ما استواش. خلاص حتى لو انت مهديه النار خالص، يعني لو انت حتى مهديه النار والحراره بتاعت الفرن عاليه ما ينفعش. الكيك بنشغل له الفرن قبل التسويه بحوالي 5 دقايق بس، و5 دقايق كتير كمان. يعني بس مجرد ما تبقى درجه الحراره متوسطه
نبدأ ان احنا ندخل الكيك الفرن على درجة حرارة 180، وبعد نص ساعة كده بتلاقي ريحته طلعت، بتبدأي تختبريه بسكينة او بخلة. طلعت نظيفة وبنختبر من النص، طلعت نظيفة تمام. ما طلعتش نظيفة بسيبه كمان كده من 5 دقايق ل10 دقايق على ما يستوي، وابدأ ان انا اطلعه. كيك انا مقطعاه سخن جدا جدا، وشايفين شكله عامل ازاي. الكيك هش واسفنجي وخفيف عامل زي القطن. بجد والله العظيم هيعجبكم قوي قوي، والمقادير مظبوطه بالظبط والطعم تحفه. جربوه، مستنيه رايكم فيه. شايفين شكل الكيكه؟ تستاهل بجد ان انتوا تعملوا 1000 لايك على الفيديو ده. انا كده قلت لكم كل تفاصيل الكيك اللي تطلع معاكم الكيك في منتهى الجمال. قوموا يلا هاتوا المقادير والمكونات وقوموا اعملوها، ومستنيه رايكم فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.